السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الشيخ عبد الحميد سلمان. حياك الله يا أخي الغالي ظافر الدوسري. الله يسلمك. أنت الآن في مبسط الحميدي المتواضع. صوره كامل يا ظافر، يتكون من دورين مثل الفلة. يقولوا ما شاء الله تعالى. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الدور العلوي والدور السفلي. صور الدور السفلي يا ظافر. بصفية ولا راح دكان؟ أنا تستطيع تقول يا ظافر أول واحد في هذا العام. هو منذ 50 عاما. تكلمنا على بدايات كان معي المؤسس فقط الله يوفقه أبو خالد. نعم. وهو من حارتنا شارع الظهيرة الذي ولد وولدت أنا وياه فيها، وهو أعز الشوارع إلى نفسي، وهو أول شارع في عهد الملك عبد العزيز، وأول شارع مرصوف ومزفلت في عهد الملك عبد العزيز، وفي حي الديرة أول حي أيضا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. أنا الآن أدركت قبل هذا الحراج حراج بن قاسم، أدركت الشيخ بن قاسم رحمه الله وأعرفه وأعرف أبناءه وأحفاده، وعمري 5 سنين عرفت. تستطيع تقول يا ظافر أولا أنا أرحب بجميع زبائنك. الله يبارك لك كلامي والله أن استفتاحا طيب. أبارك هذا استفتاحي يا ظافر. أنا الأخ الكريم وروه شنو مستفتح فيه. الله يحفظك. أنا أرحب بجميع مشاهديك ومتابعيك في كل يوم جمعة وسبت من بعد صلاة العصر مباشرة، أو عفوا من بعد صلاة الظهر إلى الساعة 10 ليلا كل جمعة وسبت على مدار العام إن شاء الله. أيضا أنصح مشاهديك بمشاهدة قناتنا الحبيبة قناة ذاكرة الخرد والبحث عن اسمي فيها، فأغلب محتوياتها هي من إملائي، أما الباقي فهي من إملاء صاحبها الأستاذ الفاضل أبا خالد سعود الخرية من أهالي الحوطة الحلوة. نعم الرجل. بهذه المناسبة أسلم عليه وشكرا يا أخي ظافر ويمينك، وأنا سعيد أن هذه أول مقابلة معك، وأرحب بجميع من يأتي من طرفك. وشكرا يا ظافر. هذا يا ظافر أندر طقم عند عبد الحميد ومبسطه الشيخ عبد الحميد. عبد الحميد السلمان. هذا طقم الملك عبد العزيز المؤسس، يعد من الأطقم النادرة جدا، 10 و5 ريال. وعندك أيضا هذا طقم صور الوجهين على مهلك يا الله. ما شاء الله. صورت الوجهين. نعم. هذا طقم الملك الطيب خالد رحمه الله. هذا طقم الملك خالد، عفوا هذا طقم الملك خالد. صورت الوجه ذا؟ لا. صور هذا الملك خالد. أيضا هذا طقم الملك خالد مكرر، صورته أنت شفت يا شيخنا. هذا ريال الملك فهد النادر. انتبه لتقييمه 66، يعني لم يبقى عليه إلا 4 نقاط ويضرب الترند في التقييم 70. جديد مرة يلمع كأنه طالع من
البنك المركزي السعودي أو مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا. هذا أندر ريال عند عبد الحميد، ريال الملك عبد الله رحمه الله، ورحم الله الملك فهد أيضا. هذا مع الوجهين يعني. هذه مفردة هذه 50 الملك فيصل حلوة. أي خدمات. الله يوفقكم ويوفقنا أيضا. وهذا ومن يسمع أحسن أولهم ضال. أنا عارف أن قصدك. هذه أيضا مفردة صورها. صور واحدة من العشرات. أعطيك العشرة اللي حلوة. هذه عشرة فهد رحمه الله، وهذا وجهها الثاني. وانتهينا. شوف صور أيضا عمرها 40 سنة، وهذه خيول صدام صورها نادرة أيضا عمرها 40 سنة. وعندي أيضا صور العملات. هذه مئات العملات يا ظافر. يندر أن تجد بلد في العالم لا يوجد عند الشيخ عبد الحميد السلمان عملات عنه. يندر. هذه ما تمثل ولا جزء بسيط من ممتلكاتي من العملات الورقية والمعدنية، ولله الحمد. اللي تحت عملات معدنية تذكارية صورها كلها. أيضا صور ذولي بابا زي وين هذا فلوس من منطقة. صور هذه من أندر العملات يا ظافر وفقك الله. هذه شوف عملات نادرة من جميع دول العالم صور. وهذه أندر من الكبريت. وهذا هتلر النازي صوره نادر جدا. وصور وجهه الثاني هذا ألماني. وهذا أول عملة تداول فيها الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله الفرنسي. صوره مع الجهتين. اقلبه. هذا المنفوشة. اي لا هذه أحسن من المنفوشة، أصغر كثير. منقوشة يقول 3 وهذا أول ريال يحمل اسم الملك عبد العزيز العربي. صور وجهه الثاني. وهذا أكبر دولار معدني في العالم صوره مع الوجهين صوره. هذه قطع أثرية عثمانية وتركية صورها يا شيخنا ظافر لو أتعبناه. صور وجهنا الثاني. عندي أيضا صورها 4 قروش صور الوجه الثاني. وأقسم بالله أني كنت أشتري فيها يا ظافر طعمية وخبزة وعصير، ولا أعظم من درجتها. هذه 4 قروش أنا قسمت لكم صادق. هذه قرشين سعود صورها. هذه قرشين سعود. وصور وجهها الثاني. وهذا قرش سعود صوره. صور قرش سعود. وصور وجهه الثاني يا ظاهر. وهذه هللة الملك سعود صورها هللة واحدة. اي وهذه صور وجهها الثاني. هذه تحدثت عنها كثيرا يا ظاهر في مقاطعي عبر اليوتيوب في قناة ذاكرة الخلق. لماذا تحدثت عنها؟ لأني أقول للتاريخ يعد الملك سعود بن عبد العزيز أحب الملوك السعوديين إلى نفسي وأقربهم إليها على الإطلاق. فقد ولدت في عهده وبدأت دراستي في عهده وأدركته وعمري 5 سنوات رحمه الله. يعبر شارع الظهيرة المخلص شمس الدين أبو محمد العلامة الأديب المتفنن عبد الحميد بن عبد العزيز بن محمد السلمان الأسعدي وروق العتيبي القصيمي الحمدي السلفي الأثري. وشكرا ويمينك يا ظافر. الله يعطيك العافية ما قصرت. هذه يا أخ ظافر دفاتر أندر من الكبريت الأحمر تحمل صور ملوكنا وأمراءنا الأعزاء رحم الله الميت منهم وحفظ الله الحي. صورهن ترى عددها 6 دفاتر. 6 دفاتر يا ظافر. وأيضا تحمل صور بعض الأدباء. السيد محمد عبد الجبار الشيباني
هذا وش يا شيخ؟ من الأدب، الله أعلم. شفت أصور أيضا هذه أندر قطعة عندي يا ضافر، شوكة وملعقة من العاج والفضة، قيمتها حد ب1500 ريال لمن يرغبها، عمرها 100 عام أو يقل بقليل. صورها مع الوجهين، صورت الشوكة والملعقة. صور أيضا أحلى لعبة في حياتي، دقيقة أنا ما نسيتك الله، هذه يا ضافر صورني وأنا أتكلم. هذه لعبة أمضيت حياتي بدراستي في المرحلة الابتدائية وأنا ألعب مصاقيل، نشتري كل 5 مصاقيل بقرش، وإذا كسبنا المصقال أخذناه ونبيع ال5 مصاقيل بقرش. لقد ملأت علبة نيدو أكثر من مرة بالمصاقيل، علبة نيدو الكبيرة، انتبه يا ظافر، 2500 ثم جاءتنا المصاقيل الكويتية هذه الملونة. نعم. لكن هذه هي اللي في قلبي يا ظافر، وعندي صولة أكسب فيها محتفظ فيها منذ 60 عاما يا ظافر أو أقل بقليل في مكتبتي الصولة. لو أعطيت في الصولة 10,000 ما بعتها يا ظافر، لأن يدي داومت عليها سنوات طويلة، وأنا انتبه صورني وأنا ألعب بالمصقار. هذه شعارها الجميل الأسود الملكي، هذه يا ظافر فيها 4 حبات مسك من أفخم أنواع المسك، طقم كامل. وعندي أيضا يا ظافر صورتها. هذا وش اسمه يا عم؟ وين؟ هذا شنو على البخور؟ هذا والله لا أعرف اسمه، لكنه عود طيب نوعي. هذا عندك شو اسمه؟ شوفوا هذه يا ظافر، هذا ورد طيب جدا جدا يا، شوفوا كيسه للإهداء ورد. وعندي هذه 250 وهذا مكتوب عليه 150 مكتوب عليه، صور سعره جوا. لا افتحوا. وهذا مسك درجة ثانية أو ثالثة. وهذا عفوا يا أخي، هذا عنبر. وشكرا يا ظافر. قتل العم عبد الحميد بكثرة ذكره لقبيلة الدواسر وتعلقه بهم، وذكر الكثير من المشايخ وعلماء القبيلة، منهم فضيلة الشيخ فوزان الفوزان والشيخ عبد الله المطلق والشيخ محمد بارك الشرافي، ومواقفه في ديار الدواسر، حيث ذكر لنا فقال: أبشر يا أخي الحبيب الغالي ظافر الدوسري، الوادي وقبيلته قبيلة الدواسر لهم مكانة في نفسي كبيرة. لماذا؟ لأنها تعد من أوائل المناطق والمدن التي زرتها وأنا صغير في حياتي. تجولت في جميع مدن الوادي، تستطيع أن تقول بدءا من الوادي وادي الدواسر، مرورا بالأفلاج والسليل والخمسين ومدينة ليلى. واستضافني عددا من مشاهير أسرها كالعجالين والجلالين، وأهداني الجلالين مؤلف كتاب تاريخ الأفلاج وحضارتها نسخة بتوقيعه موجودة عندي في المكتبة، أعتز بوجودها في مكتبته. أيضا تعد مدينة الشماسية بالقصيم التي أنجبت سيدتي الوالدة الفاضلة سلمى بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز المطوع. يعد أكثر سكان هذه المدينة دواسر، بدءا من الفوزان واستمر على هذا. دواسر قبيلة أستطيع أقول أنها من كبريات القبائل العربية إن لم تخني الذاكرة. قدم فرقة منهم من البحرين عددهم 200 رجل، وأسس الدوسرية في البحرين، ثم انتقل جزء منهم إلى جازان وأسس الدوسرية في جازان. أقول للتاريخ، أنا لا أعلم ذلك لكني سمعته كمؤرخ، سمعت هذا وأعتز بما سمعته. ثم ظهرت منطقة الوادي قديمة،
تعود إلى أيام الجاهلية أو ما قبل الإسلام، ليست حديثة. قولها بكل ثقة واطمئنان يا ظافر، واعتز بها وبأهلها وسكانها، وأنت على رأسهم يا ظافر. وتحياتي من هذا المقام أوجهها لجميع أهالي منطقة وادي الدواسر وجميع مدنها وأسرها، من عرفت ومن لم أعرف، فلهم مكانة في قلبي لا تعدلها مكانة إلا ما كان من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والوالدين الكريمين وأسرة الغالية. وشكرا يا أخي الغالي ظافر، يمينك أيضا أقول للمرة الأخيرة وشكرا، وإن شاء الله أراك دائما في مبسطي في كل جمعة وسبت. وأيضا أنصح جميع أهالي الوادي بالدخول على قناتنا الحبيبة ذاكرة الخلف والتسجيل فيها ومتابعة ما يطرحه محبكم فضيلة الشيخ عبد الحميد السلمان. وشكرا لا حدود له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم المخلص شمس الدين أبو محمد العلامة الأديب المتفنن عبد الحميد بن عبد العزيز بن محمد السلمان الأسعدي الروقي العتيبي القصيمي الحنبلي السلفي الأثري. وشكرا ومعذرة إن أطلت عليك يا ظافر، فأنا أحببتك في الله، وشكرا.